كل يوم محتاره وعايز تطبخي ايه وما انتش عارفه. شدي معايا كيس لحمه من الفريزر وفكيه وانا هقولك نعمل ايه النهارده. انا عملت النهارده فته بالخل وبالثوم. ما كانتش في الحسبان، انا كنت مطلعه كيس لحمه وقلت ايه انا هعمله شوربه وجنب حبه رز بشعريه وهحمر جنب بطاطس وخلاص واليوم يعدي، او حبه ملوخيه جنبه. فبعد ما سلقت اللحمه جت في دماغي ان انا اعملها فته، وان شاء الله تشوفوا معايا كل التفاصيل باذن الله. سمي الله كده وصلي على الرسول يا حبيبتي، وابدأي معايا كده. فكي لحمتك خلاص، فكي بالراحه كده وزي ما هتشوفوا معايا في التفاصيل. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلك كل جديد. خشي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب واثبت وجودك واكتبي لي في التعليقات بتتابعيني منين. اول حاجه انا سلقت اللحمه بتاعتي، جبت ميه غليتها، غلقت الميه وسلقت، نزلت اللحمه بتاعتي وحطيت لها معايا طماطم وبصل واللورة وحبهان كمان. وبعد الاول بشيل الريم بتاع اللحمه، لو طبعا بعد الغليه بتطلع لها ريمه بشيل الريم، وبعد ما اخلص بشيل الريم ده ويبقى معايا الشوربه صافيه بزود عليها ايه، بزود عليها فلفل اسمر وبس. خلاص ديت الصلصه بتاعت الفته. جبت حله وحطيت فيها زيت ونزلت معاكم بالتومه. التومه معايا هتحمر شويه تبقى بامبه حلوه كده. هنزل معاكم هتشرب بخل، مش بالخل وبالثوم. وكمان هنزل عليها بقى بالطماطم. وبعد كده اسيبها تتسبك مع نفسها كده ايه، تاخد وتدي بشكل ودي. ماشي متفقين. اهم حاجه تصلي على النبي كده وتصلي على الرسول طول ما انت واقفه في المطبخ عشان ربنا يملولك بركه يا رب كده. ماشي اهو، نزلت معاكم بالخل زي ما انتم شايفين. مش هاخد ثانيه وهنزل الطماطم. اهم حاجه بس نغير بس من اكلنا كل يوم لان الواحد بيزهق فكل يوم عايز تغيير والله. واللي عنده افكار برضو كلنا عليها يا جماعه، والله نجدد مع بعض. ما تنسوش اشتراككم في القناه. كنت ماسكه بقى طبعا حبه عيش من بتاعي وقطعته، جبت صينيه وجبت حبه زيت فيها ونزلت بالعيش. طبعا لو في وقت كنت انا حطيته في الفرن بكميه زيت بسيطه هيحمر معايا. وبعد كده هستنى اخد ودي كده في الصينيه كده مع العيش كده لحد ما يحمر معايا ويقرمش. بعد كده هرتب الحاجه معايا. بعد كده هجيب العيش بتاعي، هترص بقى الاول عيشك تحت طبعا وهتصب عشان العيش بقى ناشف معايا ومقرمش. حبه شوربه سخنين، وبعد كده هترص معاك الرز الابيض اللي انت عاملاه. وبعد كده تحط الصلصه بتاعتك. اهم حاجه يا ولاد العين بتاكل قبل البق صدقوني. يا ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. وبعد كده هنزل معاكم بالصلصه بتاعت الفته وانزل باللحمه بتاعتي كده. خلاص وبألف هنا وشفا يا رب لك اي حاجه. واتفرجوا على الفيديو كله، وما تنسوش زي ما انا قلت لكم فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ما اشتركتيش يا فوزيه ليه لحد دلوقتي؟ شايفاك يا فوزيه ما اشتركتيش. بالنسبه عايزه اكلمكم بالنسبه للحمه. انا اللحمه عندي بغلي الميه وبسقطها وبحط معاكم البصل والطماطم زي ما انتم شفتوا معايا. وبعد كده طبعا بيطلع منها ريم، بشيل الريم ده كله. وبعد كده بحط معاكم الفلفل الاسمر بتاعها. مش بحط الملح غير لما داخله على السوا عشان يخلي معايا تستوي معايا بسرعه، لان لو حطيت الملح من الاول مش هتستوي معاكي اللحمه. وطبعا ما فيش لحمه بتطيب على نار عاليه. الميه معاكي لما بتغلي وفيها اللحمه بتوطي عليها النار بتاخدي معاكي احلى حته لحمه. وبألف هنا وشفا يا رب اللي ياكل اي حاجه، وربنا يصلح بين ايديكم. اشتركوا في القناه، قناه اليوتيوب وقناه الفيسبوك، واكتبي لي كومنت حلو كده زيك. وربنا يحسن بين ايدينا جميعا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. ومع السلامه، مع السلامه يا حبيبي. حط اللايك شايفاكي. يلا في رعايه الله وامنه، مع السلامه.